كما تعرفوا مؤخرا كاين احتجاجات كبيرة في المغرب. الجيل الجديد يسموه جينيراسيون زد راهو خارج الشارع وعنده مطالبات متعلقة بالصحة والتعليم والعمل. سؤال هذه القضية احنا فاش تهم؟ ببساطة لازم تهمنا. نقول لك علاش لازم تهمنا. على بالي بلي كاين بزاف ناس ينظروا لهذا الأمر بسعادة، يتخلطت في المرة، ولكن أنا أتمنى أنك تشوف بمنظار أبعد شوي. كملت السعادة نتاعك، الآن خلينا نفهمه شوي. الجيل الجديد هذا وش الملاحظة الكبيرة فيه؟ أنه من خارج الأحزاب السياسية. الجيل الجديد هذا في المغرب غير منتمي لأحزاب سياسية، جايك من خارج المؤسسة الحزبية باش يحتج على الواقع. وش معنى هذا؟ معناها أنه الأحزاب الناس في المغرب خلاص ما عادوش معتبرينها وسيلة لصناعة التغيير السياسي، هجروا الأحزاب وتركوها. لماذا؟ لأن الأحزاب أفرغت من معناها. الأحزاب ما ولاتش قادرة تدير الوظيفة الطبيعية نتاعها، وهي التغيير السياسي، التداول على السلطة بشكل فعال، تغيير السياسات العمومية بشكل فعال. لهذا الشباب ما هوش منتمي لها والآن راهو في الشارع. سؤال اللي يهمنا احنا، هل في الجزائر عندنا وضعية مشابهة ولا لا؟ هل الأحزاب في الجزائر عندها قيمة وأهمية؟ هل الأحزاب في الجزائر عندها قدرة على التأثير في النظام السياسي؟ الجواب أن النظام السياسي فرغ الأحزاب من قيمتها. النظام السياسي نتاعنا يحكم وحده. النظام السياسي نتاعنا الرئيس فيه لا يريد أن يستمع لأحد. يروح الناس ينتخبوا برلمان في تشكيلة حزبية محددة، يجي الرئيس يخير الحكومة من خارج كل هذه التشكيلات. لما المواطنين يشوفوا باللي الأحزاب ما همش قادرين يأثروا في سير الحكومة، وباللي الناس اللي انتخبوهم في البرلمان ما همش هما اللي شكلوا الحكومة، وش يصرى لهم؟ يكفروا بالأحزاب. ووقتها بدل أن تكون الحكومة في مواجهة أحزاب سياسية تقدر تفهم معها، تقدر تضغط عليها، تقدر تدي وتجيب معها، إذا صارت حالات احتجاج شعبي في الجزائر وش راح يصرى؟ ناس رايحين يخرجوا من خارج الأحزاب، وقتها لا يمكن للحكومة أنها تعرف تتعامل معهم. تتفكروا في وقت الحراك وش صرى؟ كثير من رؤساء الأحزاب راحوا للحراك، الناس طردوهم وبعضهم جراوا من وراهم في الشارع. وش معنى هذا الكلام؟ معنى أنه الناس يقولوا باللي هذه الأحزاب ما هي تقضي والو، ما هي تدير والو، وبالتالي ما ناش متحملين وجودها. الحكومة في ذلك الوقت، السلطة في ذلك الوقت كانت تقول لابد أن نتحاور مع الحراك، ولكن على الحراك أن يؤطر نفسه، ينظم روحه. طيب شكون اللي يدير وظيفة التنظيم والتأطير؟ اللي يديرها هي الأحزاب السياسية. لما تجي انت تكسر الأحزاب السياسية، لما تجي انت تمنع الأحزاب السياسية من التعبير عن نفسها، لما تجي انتايا ما تخليش الأحزاب السياسية تشكل الحكومة، لما انت تختار رئيس الحكومة لأنه عجبك انت، ما هوش بالتشاور مع الأحزاب، وش راح يصرى؟ الناس رايحين يهجروا الأحزاب ويكفروا بها. وفي المرة الثانية اللي رايحين يتحركوا في الشارع ما راحش يكون عندك أي فرصة باش تلقى حزب سياسي يؤطر الاحتجاجات. لذلك من واجبنا كجزائريين أن نقولوا للنظام تاعنا الشيء التالي: خلي الأحزاب تخدم، خلي الأحزاب تمارس السياسة، خلي الأحزاب تعبر عن نفسها. أفتح التلفزيونات، أفتح الجرائد، أفتح القنوات الخاصة، أفتح القنوات العمومية، وأعطي للأحزاب القيمة اللي تستاهلها، لأنهم هم اللي أطروا المجتمع. هكذا لا قدر الله لما يكون في حالة احتقان اجتماعي تهدر مع رؤساء أحزاب قادرين على أن يضبطوا الشارع. أما إذا ما خليش الأحزاب تدير الدور الطبيعي نتاعها، وش راح يصرى؟ المرة الجاية راح تتعارك مع الشارع، ما راحش تتعارك مع الأحزاب. وفي الحقيقة المعركة مع الشارع نتائجها سيئة بالنسبة للجزائر وبالنسبة لمستقبلها.